احنا حاليا في شيشنكو. شيشنكو هي تعتبر مقاطعة وايد كبيرة ووايد وايد وايد ومشهورة، وهذه المنطقة فيها اشياء يعني خيالية مثل محلات برا، سينما. تشوفون هذه الاشارات، هذا حلم كل شخص يكون يجي اليابان انه يشوف هذا الشيء. صدق لما انا رحت يعني اماكن ثانية مثل ديزني لاند ما حسيت اني باليابان، يا اخي كذي احس اني باليابان. هذا هو اليابان. اوكي زين. وفي محلات وفي الوضع ترى امان، ما حد يطالعك، فراح اخذ راحتي وايد. راح جدا انا احس هذا الفيديو راح يفرق عليكم عن الفيديوهات اللي باجي، لان الباجين شعب شي طالع. والله الشعوب الثانية صدق مأساة، بس الشعب الياباني مثل هو قمة في الرقي وقمة في الأدب وكل شيء، وأنا وايد حبيته واستانست وياه وكل شيء. زين أنا هذا بالي قاعد أضحك عليه، مسكين طلع ما قاعد أضحك عليه، بس معلش يعني من كثر ما أنا شاكة، من كثر ما الدول اللي رحت لهم بحياتي، بس صدق الشعب الياباني من أرقى الشعوب اللي تعاملت وياهم بحياتي كلها، مو بس عشان هالموقف، مواقف وايد راح أقول لكم إياها بعدين بفيديوهات جاية. المهم إن الحين بقول لكم إن هذا المكان اسمه شيشنكو، من أشهر المقاطعات اليابانية. هم عندهم 4 مقاطعات رئيسية يابانية مشهورة، مثل شيشنكو، شيبويا، وبعد في مكانين هاراجوكو وواحد ثاني نسيت اسمه، راح اكتب لكم اياها مني. 1 2 3 4 4 مقاطعات مشهورة باليابان. لأنه هذه المقاطعة اللي هي شيشنكو فيها وايد محلات برا واشياء تركتكم حق ايام اول، مثل الاشياء مثل هذول المكاين القديمة كذي، الوان ليزر واشياء، وبنفس الوقت في محلات عادية مثل اديداس، نايك وهذه الاشياء. مقاطعة وايد حلوة. هني تشوفون اليابان، تشوفون اللوحات، تشوفون الاشياء، تشوفون كل شيء عجيب ولذيذ مني، وفي مطاعم خطيرة وكافيهات، وفي ناس هذيل اللي تبيع. يا جماعة والله العظيم اليابانيين قمة في الذرابة. عندهم أول ما تدشون المطعم يعطوك فوطة زين وماي بارد يسرسح، والله يعني عقب الحر اللي برا فصرت ماي بارد يسرسح. فالحين نمشي بالفوطة داشين مطعم وايد خطير فيه نفس فرنش توست، يعني نفس شي اشياء زين، بس بنفس الوقت وايد غريب. ويعني خليني اوريكم الصورة وينه، خلينا نشوف. شوفوا وايد غريب، يعني انا اول مره اشوف شيء. راح نطلبه ونجرب. زين راح ناخذ بالشوكليت والبنانا، احس يعني هذا الشيء الوحيد اللي مو غريب علينا. والمطعم اساسا وايد راح اوريكم الاجواء دائما. جميع شرق اسيا عندهم شيء وايد مشهورين فيه، اللي هو هذا الشيء. انزين هذا الشيء وايد لذيذ، موجود في اغلب دول شرق اسيا مثل الصين، ومثل تايوان لاني رحت تايوان من قبل، ومثل كوريا، ومثل اليابان. كوريا يسمونه بينغسو، مني يسمونه شيفت ايس، يعني هو يعني ثلج مع فواكه طازجه حدها لذيذه. والحين صيف موسم المانجا، والحمد لله يعني انه موسم المانجا، وبنفس الوقت وايد جبار، لازم تذوقونه، لازم. ويحطون معاه بعد نفس صلصه، نفس يعني مثلا حليب مع شيء. هذا الشيء المجرم، هذا تشوفونه. المهم ان هذا الشيء وايد يشوق، اسمه جابانيز هاني توست. انا والله العظيم قاعد اقول انه زين بعيد ميلادي، يعني شيء احط لنا شمعه وهفه وكذا. والله العظيم وايد يشوق. اصلا المطعم هذا مشهور بهذا الشيء اللي هو الجابانيز هاني توست، يعني المكان كله يبين انه هو مختص بهذا الشيء. احنا جربنا اشياء ثانيه لكن صدق هذا اقوى طبق، والكافيه نفسه مشهور بهذا الشيء. فقاعد اقول لكم بسوي عيد ميلادي ولا القى ارقام مني، او يصير تاخذون تيك اواي. واللي يسال عن الاسعار، سعرها 3 دنانير الكيكه هذه. ابد الكيكه ما خلصت، انا سميت الكيكه هو ما اسمها. المهم ضاعوا فيها بعد اشياء خطيره. ما عنها طولنا بالمطعم، والحين كلينا وخلصنا ولا نستوعب شيء. الحمد لله والشكر اثر رجعي ان هم تحت حاطين سله، يعني طالعين النظافه والنزاكه بكل شيء بالموضوع. انا ما شفت يعني الصراحه، انا ما شفت شعب درب مثلهم. شايفين الترتيب والاناقه بمطعم حاطين عشان تحطون اغراضكم، يعني جناتكم. لا احنا حاطين جناتنا يعني ما ندري الصراحه. المهم المطعم كان جميل جدا، وتقييمي عليه احس 10 من 10. اوكي 9.5 من 10 لان بس الحجم كبير، لو الحجم اصغر كان يقولوا عادي 10 من 10. اوكي زين. الحساب الفاتوره طاحت، الحساب 1600 يان، يعني تقريبا 5 دنانير. شرينا سويتين كبار وايد، والمطعم وايد راقي، يعني مو مطعم سريع وكذي. زين وبس. وبهذه المنطقة بعد
بعد في وايد اماكن تسوي مساجات ومطاعم وايد لذيذه وتشوق، وفي المكان كل مكان هذه الاشياء الغريبه اللي تطلع. يعني والله العظيم هذا المكان فيه كل شيء، وعندهم هم بسطات، عندهم محلات صغيره، كشكات، الاماكن تبيع ايس كريم وشي اشياء خطيره. عن اليابان لولو شلون تتواصلون وياهم؟ يتكلمون انجليزي يتكلمون انجليزي يتكلمون انجليزي، طبعا يتكلمون انجليزي بس مو ذاك الانجليزيه القويه، لكن عادي يعني تقدرون تتواصلون وياهم بالحركه بالاشاره وكل شيء. هم شعب وايد ذب يا اخي ما شاء الله عليهم، ساعات يحسسونك ان انت غير محترم كثر ما هم مؤدبين زياده عن اللزوم. تخيلوا كل ما يعطونك شيء يسووا لك كذي، والله العظيم الشعب في قمه الرقي. المهم بقول لكم شيء ثاني بعد وايد يسالوني عنه شنو الاكل وشلون تاكلون شلون تعيشون وما ادري شنو. انا كنت جايبه توست جبن يعني احتياطي ضيعت يعني سناك بين الوجبات، لكن ترى عادي في وايد مطاعم ايطاليه وايد يعني مثلا في مني مطعم الحين بوريكم اياه، لحظه قاعد امشي، هو مطعم ايطالي اوكي، مو هو يعني مطعم مالهم يعني ياباني بس بنفس الوقت يبيع بيتزا، فعادي ترى وايد مطاعم ايطاليه في ايس كريم ووافلز وكل شيء. هذا هو المطعم يعني كل ما تمشون يعني ما تحاتون في وايد مطاعم تبيع باستا وتبيع بيتزا، وطبعا السويتات شيء خيال كل مكان. يعني الحين كل سويت جربته مني باليابان جبار ولذيذ. اليابان اغلبهم عندهم تاكسي فون، يعني يعطونكم التاكسي بدونه شنو تسوي لهم؟ لازم جوازكم يكون وياكم كل يوم مجرد عادي. احنا ناخذ انا كل سفراتي يعني ما احب انه لازم يكون. المهم تجون مني اسمه تاكسي فون، تعطونهم تورونا الشيء اللي شريتوه، تعطونا بطاقتكم مالت اللي شريتوا منها، اللي شريتوا بكيلت يعني اذا مو كاش، وبنفس الوقت شنو بعد تورونا الفاتوره نفسها وبس يردوا لكم فلوسكم. فداخل اللي معاي شارين اشياء فبيردوا لهم يردوا لهم، فلازم تكونون شارين 5000 واكثر. يعني كم 5000 ين 5000 لحظه تشوفوا ال1000 هي 30 دينار، فال 5000 وطالع يعني 15 دينار وطالع. يعني اذا شريتوا شيء 5000 وطالع وطبيعي اصلا باليابان اغلب الاشياء 5000 وطالع يردوا لكم فلوس. المهم بقول لكم ان هذا هو اسم المكان اللي فيه وايد محلات تودي فيها واللي تاخذون فيه تاكسي فري، بس بهذه الاريا اللي شريته من هذه الاريا. اصلا هذه الاريا فيها يمكن 50 محل زين، مالت ملابس ومالت جواتي ومالت كل شيء، وبنفس الوقت في محلات اكل وايد لذيذه. الخير انا الحين موجوده شيء اسمه روبيجي شيء كذي. المهم راح احط لكم اياه هنا شفتوا اسمه. المهم هذا المكان فيه مكان اسمه هيلز، تصعدون فوق بعماره فيها شيء اماكن خارجيه وبنفس الوقت فيها اماكن داخليه، تشوفون البرج نفس برج خليفه من الداخل، بعدين تطلعون برا بالفيو كامل وتخيلوا هذا المكان محط مال الهليكوبتر لو تشوفونه فوق زين. فخطير المكان والله العظيم عجيب. ترى الهواء باليابان وايد حلو، يعني درجه حراره يعني الجو كله بشكل عام باليابان يعني بالصيف درجه حراره من 22 ل 30 تقريبا. هذا لجنه يا جماعه. المهم من 22 ل 30 الظهر احر وقت، بس ستيل يعني مو تموتون، يعني مو نفس ماليزيا وتايلاند شوي ابرد زين، يعني مو وايد رطوبه اوفر تموتون. يعني تايلاند انا احس اني بموت، بس لا الجو هني وايد حلو. الحين الوقت خطير. اشهر مكان، لا هو اول اشهر مكان زين، اول اشهر مكان بعد شينكو اللي هو اسمه شيبويا، اللي هو حد خيال وتحسون فعلا انكم باليابان اكثر من هذاك المكان. المهم انه وانا قاعد اتمشى شد انتباهي شيء وايد حلو. تدرون شنو؟ انه عندهم سموكينج اريا. يعني احنا مكان مفتوح راح تستغربون تقولون مجمع هو ولا مطار؟ سموكينج اريا، وقسما بالله العظيم هم شعب جبار ونظيف وراقي وكل شيء. صدمت يعني صدمت انه في سموكينج اريا بمكان عام اساسا ومفتوح. هذا دليل ان هم ناس راقيين متطورين عجيبين والله ما ادري ايش اقول. اذا احنا بمجمع غير شيء مجمع مكتوب ممنوع التدخين بس يدخنون. اي والله يا جماعه الاجواء جميله جدا. هو تقاطع شيبويا اللي هو تقريبا من يمرون فيه بكل تقاطع. الحين 5000 قاعد يمرون وياي يمين ويسار فوق وتحت وكل مكان. لا عاد فوق تحت عن شد زايد يا جماعه. شيبويا خيال 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 خيال. بقول لكم كلمه حق ان اليابان وايد تشبه تايوان. في مكان بتايوان انا رحت اسمه شيمن، سلسله تايوان ما نزلتها، نزلت فيديو واحد بس راح ينزلون بالمستقبل انزين. يشبهون هذا المكان وتايوان وايد تجنن، يعني ما فرقت على اليابان وايد بس انه حبيت. شيبويا ولا شبه شيبويا. اول شيء شيبويا من اكبر المقاطعات
اللي موجوده بالعالم. هذه المقاطعه تحتوي على كثير من الاشياء مثل مطاعم وايد اشكال وانواع، وبنفس الوقت في محلات خطيره، في محلات مشهوره مثل زارا فوريفر هالشنايم وسوالف، وفي محلات بوتيكات مالوتو، وفي ايس كريم، وفي ترى اليابان، كوريا، سنغافوره، شنو بعد، تايوان وايد مشهورين في اسمه سويتات، عندهم كل انواع السويتات بشكل عجيب ولذيذ وايد. زين بنفس الوقت عندهم هني ليتات وتشوفون الوضع والاجواء عدل. ايضا الشيء المميز حده المنطقه اللي هي شيبويا فيها من وايد اشياء وما نخلص منها، كل ما نشوف هذه الاشياء مثل قسم بالله ما راح اقول مثل شنو، بس انا بترككم على تشوفون الصور. المهم ان انا بس ما اقدر اتكلم من كثر ما هو المنظر يعني جميل جدا والله، يعني تحسون انتم صدق باليابان، تكنولوجيا، اشياء، مطاعم، شارع، حياه، سوق، ناس تغني برا، عروض، يعني تعرفون نفس سكوير مالت دول العالم تايب سكوير، بس احلى بمليون مره بكل سكويرات العالم اللي رحت لهم. المهم ان الحين ابي اخذكم جوله شوفوا يعني. خير مساء، كنا داشين بريشكا. المهم ان بريشكا مالهم من احلى بريشكا اللي دشيتهم بالعالم. انا ما اتسوق شي اماكن بس وايد عجيب. تخيلوا كم دور، 4 ادوار، لدرجه ان في واحد صاعد فوق عشان يصور شيبويا التقاطع، عشان يعني الفيو خطير حق الشباب، سووا هالحركه خطيره. المهم ان الشيء الحلو مني بالتاكس ريفوند، يعني لما يردون لكم التاكس مني مو نفس المساعه اللي في مكتب وناخذ فلوس وكذي، يعني نفس المكان الثاني. هني بنفس الوقت تورين جوازك لازم يكون معاك، جوازك لازم يكون وياك على طول، توري تسوي سكان يقول لك هذا المبلغ بدون تاكس. طايف شلون ناس سريعه، يوفرون على السائح الوقت، يوفرون عليه الجهد، والله العظيم اتعب وانا اقول ناس عجيبه. مو دول ثانيه انطر ساعه طابور عشان تاكس. الحين احنا قاعدين نشرب قهوه، اللي صدمني حتى واحنا قاعدين عند مطعم مثل ستاربكس او حتى كريبو او يعني هذول المطاعم، تخيلوا برا مكتوب نو سموكينج. والله يعني الشعب لا لازم اوريكم الطاوله ويت. طبعا حق تكمله حق اللي يسالون عن الاكل، ترى واحنا نمر بشيبويا في مليون مطعم شاورما يبيع وايد، طبعا كلهم يعني اتوقع انهم حلال، يعني ما ادري ما سالت، بس اللي يبيعون يا تركي يا هندي. انزين فصدق يعني مليون مكان يبيع شاورما. طبعا انا ما اكلت لانه بس يعني صدق يعني خلينا نكون واقعيين، لازم نجرب شيء جديد. شنو قاعد اكل كله سويتات، ايس كريم، فانيلا شكو، يعني ايس كريم وسويتات. وغير السويتات شنو قاعد اكل كوجبه اساسيه رئيسيه، بكون صريحه معاكم، يا ان بيتزا، بس ما قاعد اكل يمكن مره باليوم، لا مو مره اليوم، مره بكل يومين. انزين والشيء الثاني اكلت اليوم بطاط من مطعم عادي، مطعم من مطاعمهم لذيذ والله، كان فيه صوص تشي سبايسي، تقمسونه بجبن تاكلونه. بس يعني انا عايشه على هذه الوجبات وكاكاوات يعني، بس احسن يبي يضع فيه هنا.